عارف لما تشوف شخصية المتدين في السينما المصرية وتحس انك شايف نسخة مشوهة من الحقيقة، مرة يطلع منافق، مرة يطلع ارهابي، مرة يطلع جاهل ومش فاهم دينه اصلا. طب ليه السينما المصرية بتتعامل مع الشخصية المتدين كأنه شخص شرير او مضحكة، وليه طول الوقت بيتم تقديم صورة سلبية عنه رغم ان المجتمع المصري متدين بطبعه؟ تعالوا نشوف مع بعض ونفهم ليه السينما عملت كده، وهل ده كان غرض ونقد حقيقي ولا مجرد تشويه؟ صورة المتدين في الزمن الابيض والاسود. فترة الخمسينات والستينات السينما كانت بتقدم شخصية الشيخ او الراجل المتدين بشكل محترم. فترة السبعينات ظهور شخصية الشيخ حسني اللي كان رمز للفساد. بس لما دخلنا على فترة السبعينات الوضع بدأ يتغير، لأن وقتها حصلت موجة التطرف الديني في المجتمع، ظهرت جماعات متشددة بتستخدم الدين كغطاء للعنف والإرهاب، وبدأت السينما تعكس الصورة دي. لكن للأسف السينما ما فرقتش بين المتدين الحقيقي والمتشدد، بدأت تحط كل في سلة واحدة. نيجي هنا مرحلة التشويه المباشر في التسعينات مع انتشار الإرهاب الديني في مصر زي الجماعات الإسلامية والجهاد. السينما ركزت على تقديم صورة المتدين كإرهابي أو منافق. في فيلم الإرهاب والكباب اللي قدم شخصية الشيخ المنافق اللي بيصلي في الشارع قدام الناس وفي نفس الوقت فاسد ومرتشي.